إقليم خريبكا يدخل مرحلة جديدة في عملية تدبير النفايات المنزلية والصلبة تتماشى وتطلعات الساكنة. تجربة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ستستفيد منها 4 جماعات حضرية و25 جماعة قروية. منهجية علمية اتخذت لتحسين جودة محيط عيش الساكنة بالمدارين الحضري والقروي. هو جزء من مشروع مندمج اللي كي يغطي الكنس وتجميع النفايات، وكذلك إعداد وتهيئة المطارح العمومية السابقة. هذا مشروع نموذجي على المستوى الوطني بحيث أنه كيغطي المجال الحضري والمجال القروي، وهذه من الخصوصيات ديالو. القيمة المضافة هي أن تدبير النفايات الصلبة غادي يتم في الإقليم كله بدون استثناء على الجماعات الحضرية لا القروية، وهذا كيحارب التلوث البيئي والمساهمة في نظافة بيئية نظيفة بالإقليم خريبكا. إلى جانب مدينة خريبكا فالمشروع يضم كل من مدينتي بالجعد ووتزم، رهان يحرص كل المتدخلين على إزالة النقط السوداء بالإقليم واستعمال التقنيات الحديثة في المجال. مشروع مبرمج فيه يعني إعداد 3 ورشات مستقلة، ورشة في مدينة خريبكا وورشة في مدينة واتزم وورشة في مدينة بالجعد باش تغطي المنطقة كاملة، وكل شاحنة ورشة متنقلة غتكون تابعة للورشة. إنجاز يروم التحكم في عملية تدبير هذا المرفق العمومي عبر جمع 113,150 طن سنويا، وكذا إعادة تهيئة مراكز التحويل والمراقبة والمطارح القديمة. مشروع يمثل أولوية بيئية تهم الساكنة تقدر ب 514,670 نسمة بالإقليم.